السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة طبعا زي ما احنا شايفين كده جايبه لكم معايا طاجن. الطاجن دوت طاجن صعيدي. شايفين يا حبايبي الطاجن ده طاجن صعيدي فخار. ما بيجيش غير من سوهاج، جنة، اسيوط، اسوان، الاقصر. دوت من جنة. احنا هنا عندنا في المنيا اللي هو الاسكندراني اللي هو فيه طبقة من جوه بتلمع. ده الصعيدي بقى. ده الصعيدي. فانا كنت ماشية في الشارع فلقيت بياع، يعني راجل يعني جاي كده من سوهاج، لا من جنة، وجايب معاه عربية مليانة حلل وطواجن زي كده. فاشتريت منه الطاجن دوت. الطواجن ديت يا حبايبي بيتعمل فيها سمك، بيتعمل فيها رز معمر، بيتعمل فيها طبعا لحمة، أحلى لحمة. تورلي تعملي فيها يعني خضار. وفي عنده حلل كمان. الحلل دي ممكن تطبخي فيها طبيخ، أو ممكن تعملي فيها فول مدمس، فبتبقى طبعا جميلة جدا. هنحتاج معانا طبعا هنا اول مره طبعا هتشوفوا الحاجه دي، ان احنا بنعتق ازاي الطاجن دوت او الزبديه ديت. بنعتقها ازاي ديت الفخار ديت. بنجيب عسل. طبعا بتكون مولعه الفرن. بتجيبي عسل وبتدهنيها من جوه كده. تدهنيها من جوه كده يعني ايه؟ يعني تغلفيها. دي علشان لما تيجي تطبخي فيها تلقي طبعا طعمها حلو، وفي نفس الوقت علشان متطقش. ولما تيجي تعملي الاكل طبعا فيها ما تطلعهاش على حاجه تكون يعني، لازم تطلعها على حاجه خشب، على حاجه قماش. ليه؟ علشان لو طلعتيها على حاجه فيها ميه او على ازاز هتفرقع. بصي هي بتمشي بالعافيه عشان العسل طبعا تقيل. هنغلف كل ده زي ما انتم شايفين كده. لازم تدهنيها كده كلها. في ناس بتدهنها بسمنه بلدي، في ناس بتدهنها يعني تدهنها زيت، في ناس بتحط لها العسل. بس هو احلى حاجه العسل ده علشان لما تيجي تطبخي تلاقي الاكل بتاعك طبعا طلع مسكر وجميل جدا. طبعا انا هدهنها من كل حته، يعني مش هخلي فيها حته طبعا ما شربتش من العسل زي ما انتم شايفين كده. لازم تغلفيه كويس، يعني اكنك بتدهني. ادهنيه. بس طبعا دوت تجيبي فيه بقى اللحمه كده والخضار وتدخليها كده الفرن. بعد ما تسلقي اللحمه تدخليها الفرن يطلع بقى طبق بقى جميل جدا. لو اشتريتيه من بره طبعا علشان خاطر الطاجن ده هتشتري طبعا بمبلغ وقدره. انا بصراحه كان نفسي فيه من زمان، بس الحمد لله يعني ربنا ما كسفنيش. لقيت الحاج دوت اللي هو اللي في الشارع دوت، كان نفسي اخد منه الحله بس يلا. يعني الحمد لله على كل حاجه. انا اشتريت منه الطاجن دوت اهو. تغلفيه كده. شايفين الطبقه دي؟ هغلف طبعا الجناب دي كلها، وهغلف من بره انا حاطه له الكيس علشان ما يبهدلش الدنيا. هغلفه انا كده واحده واحده. غلفيه كده يعني اكنك شفت الدهانات اكنك بتدهني اهي. الفرشه طبعا ماشيه بالعافيه. دي ليه بقى الحركه دي؟ دي بقى انت بتعتقيه بقى علشان يدخل الفرن بعد كده يقعد معاكي طبعا ما يتكسرش ما يطقش. يبقى ايه؟ يبقى يعني يقعد معاكي فتره طويله. احنا عندنا قرايبنا طبعا بيجيبوا لنا من الصعيد وكده. عند والدتي عندها طواجن بس كبيره، اكبر من دوت يعني مرتين تلاتة، كبيره اوي. ده كده ده كده يكفي حوالي كيلو لحمه. هي عندها يطلع يعني حوالي 2 كيلو، 2 كيلو وي اكتر. ان شاء الله باذن الله. لو لقيته تاني هجيب منه الحله طبعا واعمل لكم بقى فيديو. حله جميله جدا والله، بس كل حاجه نصيب. يعني انا كنت ماشيه في الشارع مش عامله حساب ان انا هلقى حد زي كده، فانا لقيته فاخدت منه ديت. اشتريتها ومشيت. اشتريت يعني ديت الزبديه دي ومشيت، او الطاجن ده ومشيت. لو لقيته تاني هجيب منه طبعا ايه، هجيب منه
الحلة دي وهجيب منه يعني طواجن تاني بقى بأشكال تانية ان شاء الله. بص احنا كده غلفناه من جوه كويس جدا. تغلفيه كده، وزي ما قلتلك اللي عنده واحد طاجن زي كده طبعا اما يطلعه من الفرن يستنى عليه شويه، يا اما يطلعه على حاجه خشب، على لوح خشب، يا اما على حاجه قماش. ليه؟ علشان ده بيبقى سخن والحاجه بتبقى ساقعه، فتلاقيه ان هو يطق زي الكوبايات. يعني لما بنحط فيها شاي بتبقى سخنه ونيجي نحط لها ميه ساقعه فبتفرقع، هو ده نفس النظام برضو كده. بصوا احنا كده احنا غلفناه ايه، غلفته كده من جوه ومن بره. لسه بقى ايه، هقلبه طبعا على الناحيه التانية وهغلفه بقى ايه بقيه الطاجن كويس. اهو شايفين شكله كده، احنا غلفناه كله من جوه. هغلفه انا بقى هنا من هنا من بره، هقلبه وهغلفه وهوريهولكوا، خليكم معايا. طبعا يا حبايبي انا طلعته من الفرن دلوقتي، طلعت الطاجن من الفرن. قلت فرصه واحنا عاملين صينيه مكرونه بالبشاميل زي ما انتم شايفين كده، قلت طبعا ايه ادخلها، والبوتاجاز طبعا ايه سخن، هدخلها الفرن دلوقتي. اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا دخلتها الفرن كده زي ما انتم شايفين، والفرن اهو مولع. هنقفل دلوقتي البوتاجاز عليها وهنستنى طبعا لما تطلع طبعا ايه هوريها لكم. طبعا اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين، بس انا مش هقدر امسكه طبعا. شايفين اهو اللي جواه اهو اتحرق ازاي. العسل ده طبعا لما يتغسل ده هيطلع. هو كده بيه تمام يعني كده. هو انا حطاه على ورقه، حطاه على كرتونه علشان خاطر لو بيه على الرخامه هنا كده، على الرخامه ده هيفرقع، فانا حطاه كده زي ما انتم شايفين. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى طبعا ان هو يعجبكم. ما تنسوش في التعليق وفي اللايكات وتفعيل الجرس عند كلمه الكل عشان يوصلكم منه كل جديد. والله ربنا يعلم بالواحد ان انا عندي في العنزه جسمي كله مدغدغ زي ما اكون مضروبه علقه 100. بس طبعا ما قدرتش اتاخر عنكم وقلت لازم اعمل معاكم الفيديو دوت واتنشط كده شويه. ما تنسوش طبعا في اللايكات والتعليق وتفعيل الجرس عند كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.